طب ليه ما ناخدش والله من قناه السويس العمله بالجنيه المصري تبقى عملتنا قويه ومطلوبه، او تعويم الجنيه. تعويم الجنيه باختصار شديد اسيبه للعرض والطلب بيني وبين العملات الاجنبيه. العمله الاجنبيه الاولى في العالم حاليا الدولار اللي موجود، العمله نمره 2 اللي موجوده اليورو اللي موجود. انا اعوم الجنيه يعني اسيبه للعرض والطلب، يعني الناس تطلب الجنيه ده امتى؟ لما تكون انا صادراتي اكتر من وارداتي. انا للاسف الشديد بستورد ب 60 مليار دولار وبصدر ب 22، فانا محتاج الدولارات علشان اغطي ال 34 مليار الفرق اللي موجودين. هو الدولار ما زادش، الجنيه هو اللي بينزل لان احنا لا ننتج. تمام؟ فانا لما اعوم الجنيه جميع السلع اللي موجوده اللي انا بستوردها بال 60 مليار اوتوماتيك يعملوا كانهم 90 مليار، يبقى السلع زادت عليا اللي موجوده، فانا ما اقدرش اعومها، وبالتالي ما اقدرش اخد رسوم قناه السويس بالجنيه المصري لان انا محتاج الدولار. الكلام ده في حاله دوله زي الصين، دوله زي الصين امريكا بتحاربها علشان تزود العمله بتاعتها ما تعومهاش وتخليها اعلى من كده علشان تقلل او تغلي قيمه الصادرات بتاعتها ما تبقاش منافسه. انا للاسف ما بصدرش. الكلام ده يحدث كمان 5 سنوات لو الحكومه سمعت اللي احنا بنقوله من النهارده، هيبقى صادراتنا اكتر وانتاجنا اكتر، نقدر نعوم الجنيه براحتنا والجنيه يبقى مطلوب بره. للاسف انا ما عنديش الليله دي. ده تعويم الجنيه. فالنهارده هو لما سابوه اول تعويم حصل له سنه 2003 بقرار اللي اتخذه عاطف عبيد في دافوس يوم 23/2/2003، واللي كانوا 14 رجل اعمال داخل جمهوريه مصر العربيه يعلموا بالقرار وكسبوا من الموضوع دوت 16 مليار دولار خلال 24 ساعه. 16 مليار دولار لان هم استلفوا قروض من البنوك يوميها بالجنيه المصري، حولوه لدولارات وخلوه في قلب البنك. تاني يوم الدولار طلع ل 7 جنيه، من 3 جنيه و42 قرش طلع ل 7 جنيه، يبقى كسبوا قد ايه؟ يعتبروا 100%، مش كده؟ قام بايع جزء من الدولارات ورجع الفلوس المصري ليه، وبقى الدولارات بقت بتاعته 50%.